وأكيد الأبراج ليها علاقة جدا بالموضوع ده. كل واحد فينا بيتعامل مع الحب بشكل مختلف. في اللي بيقع في الحب كده بسهولة، وفي اللي صعب قوي ان هو يدخل في اي علاقة عاطفية وبياخد وقت كبير جدا قبل ما يقول ان هو مغرم بحد ما. واكيد الابراج ليها علاقة كبيرة جدا بالموضوع اللي هنتكلم عليه. في الفيديو ده هتعرف فيه أبراج مش بتقع في الحب بسهولة جدا. يا ترى برجك منهم؟ أهلا بيكم في قناة مايلاند. ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب. أول برج معانا هو برج الثور. هتقولي ليه برج الثور مع إنه هو أصلا من الأبراج اللي بتحب تكون ملتزمة جدا، إلا إنه هتلاقيه بيلاقي صعوبة جامدة جدا إن هو ممكن يقع في الحب ويختار شريك حياته. بياخد وقت طويل جدا أوي 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 إن هو يعرف الشخص اللي قدامه ده ويبني معاه الثقة اللي عايز يحطها فيه علشان خاطر يقع في غرامه. ده كمان بعد ما بيقع في غرامه او بيديه الثقة بيقعد يفكر كتير ان هو ده الشخص اللي انا هعرف اكمل معاه بقية حياتي ولا لا. وبكده هتفهم كويس قوي ان برج الثور بيعتمد على عقله اكتر من قلبه. اتنين واكيد انتوا توقعتوه لما قلتلك انت برجك منهم ولا لا، هو برج العذراء. العذراء من الابراج اللي بتحب قوي 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 انك انت تديله المسؤولية وانه يبقى مسيطر على كل حاجة حواليه حتى العواطف. علشان كده اكيد هو واحد من الابراج اللي مش ممكن ابدا ان هي تقع في الحب بسهولة، لان الحب بيخليه ساعتها ان هو ما يعرفش يسيطر ابدا على عواطفه ولا حتى مشاعره. ده ممكن يوصل بيه ان هو هتلاقيه بيكتم مشاعره، لا ده كمان هيدفنها جواه ولا انه ابدا انه يعترف. رقم 3 وده الغريب ان هو برج العقرب، لان هو اصلا من الابراج اللي هي بتحب تكون واقعه في الحب، الا ان هو هيخاف قوي ان هو يقع في الحب. علشان كده الاول العقرب هتلاقيه بيبني كده ثقه عاليه جدا مع الشخص الاخر علشان خاطر يبعد عنه اي تفكير بيخطر على باله لخوف ناحيته، لان هو شايف وعارف ومتاكد جدا ان هو الثقة دي التطور بتاعها الطبيعي لازم يكون محتاج ليه وقت علشان خاطر ساعتها يقع في الحب. من الآخر كده العقرب أهم حاجة بالنسبة له هي الثقة. 4 أكيد 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 أكتر برج عملي هو برج الجد، لأن إحنا مش هنخلص الأبراج دي أبدا من غير ما نقوله، لأن هو أصلا من الأبراج اللي مش مؤمنة أبدا بفكرة الحب من أول نظرة. ولو لو يعني ده حصل وحس كده بشوية مشاعر كده لما شاف حد، فهو على طول هتلاقيه يبعد كده المشاعر دي ويشغل عقله كده على طول. وعلشان كده هو مش بيقع في الحب بسهولة أبدا، ومحتاج وقت قوي ومحتاج ان هو يقتنع بالشخص اللي قدامه. البرج اللي جاي ده أكيد انت برضو متوقعه من قبل ما أقوله، لأن هو معروف جدا ان هو قاعد في كوكب لوحده كده، هو برج الدلو. وعلشان خاطر هو قاعد في كوكب لوحده كده هوت، فلو دق بس كده الحب بابه وخبط كده وقال له افتح يا عم ده انا الحب، فهو هيستنى كتير قوي على الباب قبل ما الدلو يفتح له. علشان خاطر الدلو من الابراج الدقيقة جدا وعنده معايير معينة مش هيتنازل عنها ابدا، ولو اتحركت مشاعره فهو هيستنى لما يفكر كتير. وده للأسف بيخلي ان هو ممكن اشخاص حواليه تبعد عنه، او يبقى فيه فرصة مثلا ان في شخص بيحبه كويس جدا فيضطر ان هو يبعد عنه، بس هو للأسف عقله مش راضي عن الشخص ده. علشان كده ومن غير زعل بيتقال عليه ان هو لوح تلج. البرج اللي جاي ده متوقع جدا لان هو برجين مش برج واحد، هو برج الجوزاء. هو اصلا دايما عنده تردد عاطفي وعشان كده صعب جدا انك انت تعرف تتواصل معاه، هتتعب قوي معاه. بس على فكرة البرج ده لما بيحب بيبقى من قلبه بجد، وهتلاقيه رايح كده للحب وسايب نفسه مع موجة الحب رايحة وجاية، وبيدي كمان كل المشاعر لحبيبه. ودي بالنسبة له حاجة مخيفة جدا ان هو يحب بالطريقة دي، لان هو شايف ان هو لما بيوصل للنقطة ديت ويدي المشاعر الكتير قوي فهو ساعتها في اعلى نقط ضعفه. وده على فكرة اللي بيكرهه جدا برج الجوزاء. اخر واحد وهو مش متوقع لان هو اصلا برضو برج رومانسي جدا هو برج القوس. لما تيجي سيرته في الحب هتلاقي نقول ان هو بيهرب بسرعة لان هو متسرع في كل حاجة. في بعض الاوقات هتلاقيه ان هو بيحب بجد، بس لما بيحس بالملل هتلاقيه ان هو بيهرب. هو مستحيل تلاقيه في علاقة مستمرة لان هو اصلا بيكره القيود جدا. والقوس علشان خاطر مستعجل على طول فهو دايما بيحب يروح للخطوة اللي بعدها على طول، اللي هو انا خلصت هنا فعايز اروح بقى هنا. عنده كده طاقة عالية جدا انت اصلا مش ممكن تلاقيه في مكان واحد ابدا، وده اكيد مش حلو ابدا في العلاقة. وعلى فكرة اقول لكم على سر، القوس مش هيحب ابدا ولا يرتبط غير ما يحس ان العلاقة دي مش هتأيده ابدا ولا هتجبر حريته.